ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. يلا صباح جديد، صباح الخير، فرصة جديدة ان احنا نبدأ، ان احنا نستعين بالله على قضاء حوائجنا وعلى اليوم كله، ان احنا ربنا ييسر امورنا كده ويعيننا. دي حاجات حلوة قوي. يعني كل ما بفتح عيني والاقي ان انا صحيت، ان انا معايا فرصة احب ولادي واعيش واستمتع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله دائما ابدا. رب يهديني ويصلح حالي يا رب. يعني اتمنوا كل حاجات حلوة، اتمنوا حب الناس كويسة. اتمنوا ان ربنا يوفقكم في حياتكم. ما تيأسوش. السعي عايز استمرارية. استمري في الطلب من ربنا، استمري في السعي. كل حاجة نفسك فيها هتكون، بس مؤجلة للميعاد المحدد اللي ربنا حدده فيه، ان الوقت ده الانسب، الوقت ده الافضل. فربنا يرضينا ويرضى عننا. صباح الخيرات، يلا نبدأ يوم جديد. ويلا حاجة من الحاجات اللي ما بعملهاش معاكم كتير، يلا فيديو مشتريات. حاجات بالنسبة لجوزي تافهة، ان انا بضيع فلوس في الهوا وارجع. بس انا شايفه يعني انا بقالي الفتره اللي فاتت كنت مكتئبه، ونزلت لكم ستوري ان انا حد ياخد التليفون مني، لان انا عماله اشتري اي حاجه. يعني بجد كنت عايزه اشتري بس. وفعلا اشتريت حاجات اونلاين، لبس ليا. اشتريت بنطلون وشميزين وشنطه، وكانت حاجات برضو كده، حاجات ليا. يعني كريمات وحاجات خاصه بالروتين. فلما نزلت بقى الشارع، كنت انا واختي، كانت عندنا طاقه شرائيه غريبه كده، مش من العاده تحصل معانا، اللي هي ايه، يا انا يا هي، يعني حد فينا والتاني لا. فالمره دي كنا احنا الاثنين اللي هو ايه، عايزين نشتري. بص دي، يلا بص دي، طب ماشي تمام. فلما نزلنا، اللهم صل على النبي، جبت اول، يعني اي ام لبنوته هو ده اللي بتعمله اول حاجه لما بتنزل في الشارع وتلاقي الحاجات دي. توك، بنس، اطواق، الحاجات دي البنات بجد بتخلعها وبتكسرها على طول وبترميها، وحاجات كده مش بتعرفي هي ازاي اساسا باظت. وكمان جبت لهم السبوره دي. فانا طبعا عندي 3، اللهم بارك، الله اكبر، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب. فجبت 3، بس جبتهم الوان مختلفه عشان محدش يتخانق مع حد يفضل يقول لي دي بتاعتي دي بتاعته وهكذا. فانا كانت عندي سبوره كبيره وما زالت عندي، بس هم مليانه شخبطه، وعايزه اجيب اسيتون ونضفها. الاسيتون اللي عندي غالي صراحه، فانا هجيب اسيتون رخيص عادي عشان انضفها بيه. فالحمد لله على كل حال. جبت لهم دي بتكون ايه، بتكون حاجه كده يعني يمسكوها في ايديهم بدل التليفون. انا ما بمسكش اصلا تليفون يعني، بس بدل التلفزيون، بدل ما هم يفضلوا يتفرجوا معايا وحاجات كده. وبما ان المدارس قربت، فجبت لهم دستة اقلام رصاص، وحاجات طبعا مدارس مقلمه، اساتيك، حاجات كده. دي الحاجات اللي بنستهلكها كتير قوي قوي قوي. انا عندي الاقلام الرصاص بتخلص، ما يتكتبش ب 15% من القلم، ونبري الباقي عادي، نبريه عشان احنا عايزين السن يبقى ليه السن كده وبوز. فبسيطه، ربنا يهديهم ويصلح حالهم. طبعا الكثير من الحاجات دي، الكثير، انا عندي حاجات بلاقيها اصلا انا كنت شايلاها وهم صغيرين، بس اهو ربنا يهديهم. وكمان جبت لهم مرطب شفايف، بس اللي هو بيدي لون شويه ده، علشان هما بيحبوه. وطبعا بنات دي غريزه بقى، ميك اب والوان وروج ومش عارف ايه، حاجات كده. طبعا جبت الصينيه دي من الستور عندنا، كانت في الطلبيه الاخيره، بس انا ايه، ما صورتش معاكم من الحاجات اللي انا جبتها ليا، فدي كانت حاجه من الحاجات. جبت لهم الدبابيس دي علشان احطها لهم وهم رايحين الدار، بيبقوا لابسين الطرحه بتاعه الخمار، الطرحه قصدي بتاعه الاسدال، فبتقع تفك كتير، وهم ممنوعين من استخدام الدبوس الابره عشان محدش يحطه في بقه ولا بتاع والكلام ده. ف ربنا يهديهم. وجبت كمان الجلافز دي اللي هي استخدام واحد وترمي. وجبت صاروخ، وده ما كنتش فاكره صراحه كنت جايباه ليه، بس ايه، قلت هينفع يعني، اكيد هحتاجه. جبت الماسكارا دي نوع اول مره اجربه، حبيته، حسيت ان هو فارق قوي، يعني ستايل جديد. دايما بجيب اللي هو ايه، شكل معين. وبقالي فتره كنت بجيب اللي هي بتغذي وبتعالج الرموش اكتر من هي بترفعها وبتبينها وتصغرها وكده. فقلت ليه لا نغير ونجدد ونجيب حاجه مختلفه. والكثير 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 من الماسكات اللي هي شيت ماسك، وعلشان الموضوع يفرق قوي. فمن باب الاهتمام، من باب الحب، من باب تغيير حاجات كده. وجبت هوايه حلوه. كانت عندي واحده كان جوزي جايبها لي في الخطوبه، بس العيال طبعا ربنا يهديهم ويصلح حالهم بوظوها. فبعدها ما جبتش صراحه. فالمره دي اختي قالت لي انا هجيب واحده، طب ما تجيبي. قلت لها لا مش محتاجاها، مش عايزاها، مش عارف ايه كده. قلت لها طب تصدقي لا هجيب. وجبت المضرب ده كمان من الستور عندنا. والهوك ده انا بعلق بيه اي فيشه، بحطه في اي حته حرفيا، اللزق بتاعه حلو قوي 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 وبيستحمل. وعندي حاجات كتيره بلزقها بدبل فيس، وده انا في اكتر من الامير والصاروخ بلزقها على السيراميك عشان اعلق شنطه او اعلق حاجه، بيفك من الحر. يمكن دي الله اكبر الله اكبر اللهم بارك ما فكتش.
وجبنا نوت بوك. النوت بوك دي جميله جدا، كانت مكتوب عليها كلمات وليها تقسيمه كده من جوه. دي ما فتحتهاش عشان دي بتاعت اختي، كان مكتوب عليها رزقنا مكتوب فلنعيش بسلام. وقمت اجيب النوت بوك بتاعتي، فافتكرت المج ده ان انا جبته لما رحنا نجيب الشغل البورسلين. كنا فرزنا قطعه قطعه وجبنا حاجات الله اكبر ما شفناش عند حد تاني، واسعار ما شفتهاش عند حد تاني. احنا عايزين نوصلك احسن خامه باحسن شكل بكواليتي مختلفه، حاجات كده. ده حسيته ده كانت اخر قطعه منه، فانا اخترته ليا، خدته انا. حسيته ان هو شبهي، حسيت ان هو في حاجه كده حلوه قوي شداني. يعني انا ما جبتش قبل كده اي مج اخضر او اي مج الدرجه دي خالص، فحسيته بسيط وحلو كده ولذيذ، فحبيته قوي. فيعني من ايه يمنع ان احنا من فتره التانية ندلع نفسنا ونجيب حاجه لينا احنا؟ في ستات عندها اساسا جنون بالمجات والحاجات دي، بس صراحه انا مش من الناس دي. ودي نوت بوك بتاعتي كانت الاحلام الصغيره تنير الظلمات الكبيره، دي اللي مكتوب عليها. ومن جوه كان مكتوب عليها كده قفشات حلوه، كانت لذيذه، عجبتني قوي. يعني في البداية وفي النص وكان حاجات كده مش فاكراها قوي دلوقتي، ومش ايه صراحة مش مركزة واحنا بنسجل دلوقتي في ان انا اقراها. فالحمد لله على كل حال. انا مش من الناس اللي دايما بتحب تصور المشتريات او بتحب تصور حاجات اللي بتجيبها، بس عادي قلت المرة دي من باب المشاركة ومن باب ان احنا يعني ندردش مع بعض، نشوف احنا جبنا ايه، بنجيب ايه الفترة دي، ايه الحاجات الموسمية اللي احنا عمالين نهب عليها. لسه عندي شويه مشتريات كتير قوي الفتره الجايه، فلو عجبتكم نوع الفيديوهات دي قولوا لي وشاركوني في الكومنتات علشان اشارك معاكم الحاجات اللي هنجيبها. ولو بتحبوا ان انا اصور معاكم وانا بره البيت وانا بشتري حاجات واحنا بنجيب حاجات عندنا لا مؤاخذه، عندنا عندي فرح اخويا، ربنا يكمله على خير يا رب. محتاجه طبعا اجيب لبس ليا ولاولادي، ومحتاجين كمان ادينا داخلين على موسم مدارس، صالح رايح الحضانه، الله اكبر اللهم بارك. فمحتاجين كذا حاجه، محتاجين نجيب له شنطه، نجيب له كوتش، حاجات كده ايه كتير. واللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بعد كده نخش على موسم الشتاء، فمحتاجين حاجات شتوي، بس طبعا هناخدها ايه ستيب باي ستيب، خطوه خطوه. فربنا يهدينا ويصلح حالنا ويوفقنا ويرضينا. فصلوا على النبي كتير، وحدوا الله. لو عجبكم الفيديو، ولو ما عجبكيش حطي لي رايك عادي، قولي لي رايك ان ما عجبكيش، بس حطي رايك واثبتي حضور. والحمد لله ربنا يصلح حالنا ويرضينا. ومتنسوش تحطوا كومنت، وانا كنت بوريكم عرض من العروض اللي كنا بنعملها لكم انا واختي. 2 مج بورسلين، و2 مج ايس كوفي، و2 مج من اختيارك. لو عايزه اللي هو الجولد براحتك، عايزه اللي هو النقرش ده براحتك، مع 2 2 شاليمو. وكده الفيديو يكون خلص. سلام.